بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. مرحبا بكم في فيديو اليوم. هو عبارة عن تفريز لمجموعة من الخضروات الموجودة طبعا بشكل حلو قوي في السوق في فترة الشتاء. هنا بنبدأ مع بعض ببسم الله وبركة الصلاة والسلام على رسول الله. ما تنسيش دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة أكيد بيساعدني، وتعليقاتكم الطيبة الحلوة أكيد شيء بيفرحني. ومرحبا بكم معايا في كل وقت وفي كل لحظة، واستفادي من المعلومات اللي بنقدمها في القناة. بغض النظر عن الأصناف والأطباق فاحنا بنقدم حكمة ومعلومة تفيدك جوه بيتك. هنا عشان افرز البسله طبعا بنمسكها الاول. بنجيب البسله من اول ما تيجي تشتريها من السوق. نجيب الحبايه اللي هي المكببه المليانه مش المبططه، دي بتبقى فصوصها مليانه ومعبيه ما شاء الله لحم حلو قوي. والجزر بيكون مفرود ونضيف وحلو ولونه اورانجي كده قوي. وبعدين تبداي تمسكيهم الاتنين، تنضفي الجزر وتقطعيه مكعبات صغيره، وبعد كده البسله بتفرطيها وتغسليهم كويس قوي. تحطوا ميه على النار وفيها معلقه من الخل، ودي عشان بتثبت لي الالوان، بتخلي اللون زاهي مش بتثبته. عارفه لما تيجي تثبتي لون في القماش بتحطي خل، فانت الخل بتحطيه هنا الخضار عشان يخلي اللون زاهي مزهزه كده وموردن كده. خلاص. وبدأنا هنا حطيتها لمدة بس دقيقة واحدة، يعني المية ما بتغليش بيها، ده هي المية سخنة بس. نزلتها فيها وابدا هنا اطلعها اصفيها كويس قوي، احطها في مصفى واسيبها تصفي ميتها كويس قوي تبرد، وبعد كده افرزها. انا ما بحطهاش في ميه متلجه او في مكعبات تلج بعد ما اطلعها من الميه السخنه، لسبب لان هي انا ما بسيبهاش تغلي او تقعد فتره في الميه، ده انا يا دوبك بسقطها تاخد صدمه بس كده من الحراره دي، وبعد كده بطلعها على طول. خلاص. امتى بقى انت هتحطها في مكعبات تلج بعد ما تطلعها من ميه السلق؟ لما تكون الميه مغليه وتسيبيها فيها مده 5 دقائق مثلا، فانت بتوقفي عمليه التسويه بالتلج ده. لكن انا هنا حطيتها دقائق وطلعتها على طول. تعالى اقول لك النهارده انه اذا كنت بتغضبي بسرعه، فانت تمتلكي قلبا طيبا وغير حقود. الناس اللي بتزعل بسرعة، اللي غضبها سريع ودمعتها قريبة، الناس دي قلبها طيب جدا وحنينة وقلبها مليان بالخير، وعمرها ما بتحد على حد، عمرها ما بتغل من حد، عمرها ما بتحسد حد، وعمرها ما بتبص للي في ايد حد. ربنا يجعلنا يا رب من القلوب الطيبة الرحيمة. لو كنت بتبكي، لو قعدتي تسمعي فيلم او اغنية او مسلسل او موقف شفتيه قدامك، او شفتي مثلا طفل صغير بينضرب او بيبكي، او مشكلة في الشارع او مع جيرانك او ايا كان، ودمعتك قريبة ونزلت، اعرفي ان انت الحاجات اللي غيرك بيقول لا تستحق البكاء انت بتبكي عليها، فانت انسانة بمعنى كلمة الإنسانية. هنا بقى ايه، بعد ما بردت البسله اهيت، بدأنا هنا نحطها جوه الاكياس بتاعتنا ونبططها كده عشان ما تاخدش حيز في الفريزر. هنا ده الزهر او القرنبيط برضو. خلي بالك ان البسله بحطها في الاكياس وبحفظها في التلاجة. ممكن تقعد معاكي لمدة سنة وتناها خضرة وزاهية وزي الفل، وزي ما انت شايفاها كده جميلة جدا معانا. في بعض الناس بيحبوا يقطعوا عليها بطاطسايه قطع صغيره او مكعبات صغيره، مفيش اي مشكله، ولكن يفضل البطاطا او البطاطس قطعيها وقت ما تيجي ايه تسوي الطبخه بتاعتك. طيب هنا بقى انا الزهره او القرنبيط بحط برضو ميه على النار، وبحط فيها بقى هنا في الحاله دي معلقه من الكمون ومعلقه من الخل. والكمون ليه انا هنا فصصتها طبعا الى زهرات صغيره كده، بس ما تصغريهاش قوي لسبب عشان مع التفريز وتيجي تطلعها بعد فتره ممكن مثلا ايه تتفتت الصغننه تبقى اصغر فاصغر، فانت خلي الزهره ايه وسط كده زي ما انا بوريكي كده. بصي بتنقي الزهره اللي هي المليانه، وفي نفس الوقت كمان بتلاقيها لونها ابيض ناصع، ما تجيبيش الصفرة المصفرة دي. خلاص. انا بقول لك كمان اهو ايه هي الشروط اللي تراعيها وانت بتختاري الخضار بتاعك من السوق. اهو هنزلها بقى. الكمون ليه حطيته؟ علشان بيطلع منها كبريت، وده اللي بيديك الريحه اللي هي غير مستحبه شويه مع سلق القرنبيط او الكرنب. علشان كده بسقط معاها معلقه من الكمون، بتضيع الريحه تمام، بتخلي ريحتها طيبه جدا. برضو بسقطها في الميه المغليه، الميه سخنه مش مغليه، دقيقه، وبطلعها وبنشرها كده على الصينيه. بص بوريها لك هي ما استوتش يعني، مش اللي هو اتك عليها، بصي بتك عليها بصعوبه على بال ما ايه، بصي اهو، مش اللي هي انهارت منك، لا، هي لسه تعتبر تلات ارباع الايه النية، وربع فقط الايه اللي استوى. وادي البسلة بتاعتنا اهي بالشكل القمر دوت.
وببدأ هنا برضو الزهرة، ببدأ هنا بعد ما تنشف خالص من ميتها والبخار المية بعبيها في أكياس وبحفظها أيضا في الفريزر، وبتقعد لمدة سنة. سواء خللتيه، سواء عملتيه زهرة ببيض وتتبيلة بتاعته كده بالتبطين، أو سواء مثلا عملتيها بشاميل، أيا كان هتلاقوها طالعة في منتهى الجمال. هنا بقى القمر اللفت ده اللي بيظهر فترة بسيطة في فصل الشتاء وبيختفي طوال السنة. بيبقى موسم معين كده أو شهر معين، غالبا بيكون شهر 1 و2. هنا بقى اللفت، بعد ما مسكته غسلته، شلت الشراشيب والاعناق بتاعته وقطعت جزء من العروق، بيبقى طعمه حلو قوي في التخليل. وبعدين بدأت هنا امسكه بالقطاعة، غسلته كويس، او مسكته بالقطاعة المشرشرة دي وقطعته بتاعت المخلل، او بالسكينة المتوفر عندك. وبعدين الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه، اصابع او مكعبات او مثلثات. وبعد كده برضو نزلته في المية المغلية اللي فيها معلقة السخنة، اللي فيها معلقة من الخل علشان يثبت لي اللون القمر بتاع الكلوروفيل الاخضر والصبغة البيضاء اللي هي قدامنا دهيت. وبالتالي هيطلع معاكي ناصع وجميل. اللفت لما تيجي تشتريه، نقي اللفته من بره ناعمه والوسط، ما تجيبيش الصغننه قوي ولا الكبيره لانها بتبقى شيخه من جوه، مش حلوه. كلنا عارفين الكرنب بقى ملك المائدة في كل العزومات وفي كل الأطباق والأصناف والوجبات. كلكم عارفين بتسلقوه ازاي. بتجيبي حلة وتمليها مية وتحطي فيها معلقة من الكمون ومعلقة من الخل، وبعدين بتبدأي هنا تسقطي الكرنبة كلها على بعضها وتبدأي تسحبي ورقة ورقة. ده لو الحلة عندك كبيرة واخدة مساحة. طب لو هي صغيرة، بتشيلي الراس بتاعته وتقطعيه وتنزليها ورقة ورقة، ولما بيبرد بقطعه واقصه وارتبه وافرزه. هنا الخضرة القمر بتاعتنا برضو بقى البقدونس والكزبرة والشبت والحاجات القمر الجميلة دهيت. برضو هنا بنمسكها نفكها ونغسلها، وده الكرات برضو ما بيظهرش كتير قوي. الناس اللي حابة تعمل فلافل او طعمية في البيت، انا عايزه اوريكي ان البرطمان المخلل ده من العروق بتاعه الكرنب اللي احنا سلقناه وقصناه. فخدت العروق دي وخللتها زي ما انت شايفه كده. وعيدان الكرفس اهيت حطيتها على الوش كده وضغطتها. انا حاطه هنا واحده من البنجرايه المتوسطه، قطعتها مكعبات صغيره ونزلتها معاها مع الملح والخل وعصره ليمونه وشويه ميه، وقلبت الكلام ده ونزلته على المخلل. وقت الكرات غسلناه ونضفناه وفصصناه وغسلناه. وبدات هنا ايه برضو، احفظه في الفريزر عشان ما تيجي تعملي فلافل او طعميه ما بيبقاش متوفر طول السنه. الخاص بقى عشان تحفظيه مدة ما تقلش عن اسبوعين ل3، من غير ما يخرب معاكي او يبوظ. اهم حاجة ان الراس ده بتمسكيها تغسليها كويس قوي من الطين وتنضفيها قوي تحت الحنفية بماء جاري. وبعد كده بتسيبيها تنشف خالص وتتهوى، وتمسكي بقى الخاص بورق الاسترتش راب او اكياس وتضغطيه قوي قوي عشان ما يدخلش الهواء عليه وبالتالي يخرب. اتمنى ان اكون بقدر اقدم لك معلومه مفيده، وتكوني بتستفادي من هنا. البدنجان برضه قطعته ورشيت عليه الملح، ولما دبل بدات اقليه نص قليه كده. وبعدين برضه بمسكه، ابدا هنا احطه في اكياس وهحفظه في التلاجة، تعملي منه في اي وقت مخلل او ما شابه ذلك. وادي الجزر برضه لاي حاجه الجزر بتحتاجيه، مثلا للعدس، للخضار، لصواني الخضار، للبشاميل، ايا كان. اجمل امنياتي ليكي بدوام الصحه والسعاده. الى اللقاء في فيديو اخر. مع السلامة.